هل تعلم أنك يمكن أن توقف نوبة قلبية في غضون دقيقة واحدة باستخدام عنصر بسيط واحد فقط، هو الفلفل الحار؟ عُرف الفلفل الحار بقدرته على المساعدة في خفض الكوليسترول، الدهون الثلاثية، تثبيط جلطات الدم، وزيادة توسع الأوعية، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية مما يساعد على تقليل أضرار الجذور الحرة. وقد استخدم الفلفل الحار في الطب الصيني التقليدي ومن قبل المعالجين في العصر الحديث، وينصحون باستخدامه لمشاكل الهضم، الدورة الدموية، تخفيف آلام المفاصل والظهر، وحتى الصداع النصفي. يعتقد العديد من الخبراء أن استخدام الفلفل الحار في المأكولات المكسيكية والإيطالية والآسيوية هو السبب في أن تكون هذه البلدان الأقل من حيث نسبة أمراض القلب. إنما جلب الانتباه أكثر للفلفل الحار كلام الدكتورين الشهيرين جون كريستوفر وريتشارد شولز، اللذان أدهشا العالم بالفوائد الصحية لهذا المكون البسيط. فقد ادعى الدكتور كريستوفر أنه على مدى 35 عاما لم يفقد مريضا واحدا من مرضاه نتيجة نوبة قلبية، والسبب كوب شاي الفلفل الحار. فبعد حوالي دقيقة واحدة من تناوله يتوقف الخطر. ربما يكون هذا واحدا من الفوائد الصحية الأكثر ثورية للفلفل الحار. هناك طريقتين لتناول الفلفل الحار لوقف النوبة القلبية. إذا كان الشخص واعيا ويتنفس، تخلط ملعقة صغيرة من الفلفل الحار مع كوب من الماء الدافئ ويعطى للمصاب ليشربه. أما إذا كان الشخص فاقدا للوعي، فيتم استخدام مستخلص الفلفل الحار. ببساطة ضع بضع قطرات تحت لسان الشخص وستفي بالغرض.